دلوقتي احنا كسبنا سيراميكا 1-0. طبعا الناس ايه هتطلع الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله على الثلاث نقط، والحمد لله من المركز ال 15 للمركز 10. فده انجاز بقى ولا مش فاهم يعني بقينا ده خلاص انجاز واعجاز اللي الاهلي بيعمله، فمعلش يعني. فمبروك كده كده والحمد لله كده كده، وبص ايدك شعر ودان ان احنا كسبنا مع الفرقه دي ومع الاداء ده. لا اداء بقى ايه، ما انت هتيجي تتكلم على اداء، معلش هتتكلم على اداء ومكسب في نفس الوقت ما ينفعش. الناس اللي هتطلع تحلل بقى كده كده متعودين بقى لنا من قبل ما كولر يجي مع الجيل ده ان مفيش اداء. يعني الماتشات اللي بتتعدي طبعا، يعني ماتش العين، ماتش حتى الماتش الريال اللي خسرنا فيه 4-2 كنا بنلعب فيه كوره. ماتش سيراميكا في الدوري اللي فات اول ماتش كان بتاع 5-2، والشوط الثاني يعني الحاجات اللي تتعدي ان احنا لعبنا فيها كوره كده، اشواط كده بتتعدي على الايد، مش مباراه كامله حتى. فتيجي تكلمني فنيات وكوره واداء ان احنا ما بنعملش اي حاجه من الكلام ده، سواء كسبنا سواء تعادلنا سواء خسرنا، ما فيش الكلام ده. فاحنا كسبنا 1-0 الحمد لله من المركز 15 للمركز 10. حتى والتحكيم بقى، عشان ايه حته التحكيم الناس اللي طلعت تتكلم فيها وتحلل فيها. هو احنا كسبنا بالتحكيم؟ كسبنا بالتحكيم. كان لهم ضربه جزاء، معلش خليها تاكلك بقى. طب ما انت كان ماتش المصري كان لهم ضربه جزاء وما اتحسبتش عادي يعني، وانت وكسبت الماتش. قلت لهم انا كسبان 3، بس ضربه الجزاء لهم كانت في الدقيقه كام؟ فاول الماتش، وكانوا ضيعوا فرصه. لو ضربه الجزاء والفرصه اللي ضاعت او الفرصه اللي ضاعوا كانوا جم، كانت فرقت معاك في ماتش المصري جدا يعني، وسهله جدا. ماتش انبي اللي احنا تعادلنا فيه، ضربه الجزاء اللي محسوبه علينا اختها كانت لتريزيجيه، فكان عادي برضه. قعدنا نمسك، مش هنقعد نمسك في التحكيم. التحكيم بيجاملني بيجاملك برضو، بتكسب بالتحكيم بنكسب بالتحكيم، سواء التحكيم يجي عليك او ما يحكملكش حاجه هنا وهنا برضو. فمش هنعلق الشماعه دي عشان الناس اللي عماله تقول لك التحكيم بيجاملهم عشان ايه يرجع من الهبوط وبقى يعني وصلتونا لايه. فمعلش احنا كسبنا النهارده اهو، بقينا في المركز رقم 10، مش في المركز 15، عشان ما نقعدش نتكلم في حته الهبوط والكلام ده. ولسه في الماتش اللي جاي او اللي بعده خلاص هنلاعب الزمالك، ما فيهاش كلام كتير يعني. ده اللي هيكرر بقى ايه، حاجات كتيره. او ماتش الزمالك ده يعني لازم كده كده نفوز الماتش اللي جاي، وماتش الزمالك ده اللي هيكرر حاجات كتيره. فما نقعدش نشغل دماغنا والنبي بانتخابات وكل شويه بيانات على الصفحه بتاعت النادي، ما تقرفوناش بقى بالبيانات بتاعتكم دي. يعني النهارده يعني الناس اللي يعني امام وزيزو مش موجودين النهارده، ما دول اكتر ناس بيقبضوا في الفرقه مش موجودين، والمليارات حاجه حته امام بقى عشان دي تعبانه نفسيا بتاعت امام. شفت يا عم تريزيجيه النهارده عمال يعني، انت لما جبت الجون بوست كده بصباعك وقعدت تقول على راسي، طب كان فين يعني برضو مش عايزك تخش في حته ان انت عايز تجيب جون عشان تضايق الجمهور او تجيب جون عشان تصالح الجمهور. مش عايزك تخش في الحته دي، انت تلعب وتلعب زمايلك، المفروض انت كابتن الفرقه بعد الشناوي، عايزينك انت اللي تلعب الفرقه، ومش لازم انت اللي تجيب جون عشان اصالح الجمهور او اجيب جون عشان اشتم الجمهور او اضايق الجمهور واعمل لهم هص. طب كان لازمتها ايه الماتش اللي فات من كتر الانتقادات ومن كتر اللي كان عليك؟ اديك ايه اللي حصل لما جبت الجون؟ رحت قلت على دماغي وعلى راسي ومعلش، ورحت للجمهور باحسن لاعب في المباراه وقعدت تحييهم. طب ليه ما كنت تعمل الكلام ده الماتش اللي فات؟ على الاقل ما كانش حد شتمك تاني، ما كانش ممكن الشتيمه جات لك برده بعد ما انت قعدت تقول هص. ولو انت مش غلطان مش هتطلع تقول على يعني، انت حتى الناس اللي كانت طلعت طبلت لتريزيجيه وقالت الناس شتمته الاول او مش قصده اللي قاعدين في المدرج او قصده مش عارف مين. طب ما كانش هيطلع الماتش ده يعتذر ومعلش وعلى دماغي ويبعت لهم بوسات بقى ولاف وحاجات والشغل ده. مش عايزينك انت اللي تركز ان انت تجيب جون عشان تقول لنا هص، او تجيب جون عشان تقول لنا معلش. انت المفروض بقى انت اكبر من كده من الكلام ده، تبقى نقول لك انت كابتن الفريق. نخلص من حته تريزيجيه، نيجي لامام عاشور. ادم وطني منزل بوست طويل عريض والله العظيم، يعني اللي اي حد من اداره الاهلي او كابتن محمود شافه او ايا كان. اصل انت ادم الشخص ده يعني ما بيحبش النادي الاهلي معروفه يعني، ويقول لك انا دخلت للنادي الاهلي مش عارف قد ايه. انت لو انت في مصلحه النادي الاهلي ما كانش هيمنع التعامل معاك اصلا. يعني لو النادي الاهلي شايف انه مصلحته معاك مش هيمنع التعامل معاك. انت قلت اصلا مصلحه اللعيب ومش عارف ايه، ما هو ده شغلك. بس المشكله في اللاعب اللي بيجي لك عشان تتعاقد معاه او يبقى انت وكيله او ايا كان. المشكله في اللاعب مش المشكله فيك انت. فاللاعب اختارك انت، فاشبع انت وهو ببعض، فمش فارقه. فانت لو في ذكر في الاداره او ذكر في مسؤول او ايا كان يعني. اصل انت بتتكلم الكلام ده وامام مفكر ان كل جمهور الاهلي بيعشقه خلاص، ان هو معشوق الجماهير، ان هو ابو تريكه. لا مش ابو تريكه ولا جه ربع ابو تريكه. كل في هم مفكرين بقى ان الجمهور يعني في كتير افتكر لما هو كان جاي، في كتير ما كانش موافق ان هو يجي عادي يعني. قال لك لا امام ما يخشش،
بس مشكلتنا ان احنا بندعم يعني انت خلاص كابتن محمود هيكمل معانا، هندعم كابتن محمود. مش عارف مين جه نائب، مش عارف مين بقى في اعضاء، الحاجات دي كلها احنا ما بنتحكمش فيها. يعني احنا يعني مين وسام مشي، ما خدناش احنا حاجه من فلوس وسام لما مشي، بس احنا كنا زعلانين انه مشي، وكان في طريقه احسن من كده او بديل ليه احسن من كده. امام عايزين يجددوا له، احنا مش موافقين يجددوا له، لما عقده يخلص جددوا له خلاص. احنا مش هنبقى مش بنشجع امام، بنشجع النادي، هندعمه. كان امام جاي وخلاص وبنشتريه، مش موافقين ان امام يجي، بس خلاص جه واتحطنا في الامر الواقع، مش هنقعد نشتم فيه وهننتقد ونوقع الفرقه. ده الفرق ما بيننا وما بينكم يعني. فاحنا بندعم الفرقه، بندعم النادي ذات نفسه، بندعم الكيان. مش فارقه بقى امام، زيزو، كهربا لما جه، ايا كان احنا مش موافقين ان هم يجوا وجم. اصلا انت مفكر ان كل الجمهور دلوقتي حتى اللي بيحب امام هيقول له عادي، حتى اي عقد وغور يعني مش هيمسك فيه، وهنستفاد منه. مش هنعمل زي زيزو نستنى ما عقده يخلص وخلاص، ولو على النادي هنقول له هات عقد يا باشا. وفضل لو في رجاله وفي ناس عندها دم وناس بتفكر، ما نعملش نفس موضوع زيزو ما عمله في الزمالك. هو الراجل دلوقتي جاب ادم وطني اللي انت ما بتعملش معاه، والراجل نزل بوست طويل عريض ومهمه مصلحه اللاعب، مش عارف ايه، مش راضيين يجددوا مع اللاعب، ومش ده وقته. يعني انت جاي في وقت، يعني انت تخيل لو امام بيلعب وجاي، يعني انت جاي في وقت دلوقتي الراجل بدل ما نطلع نقول له ربنا يشفيه وربنا يعافيه والراجل تعبان، مش عايزين نطلع نقول الكلام ده. وقبلها كان مصاب، يعني لسه ما لعبش الموسم ده بجنيه، وجاي تطلع عمال تتكلم. طب لما يلعب ولما يتألق نستنى الدور الثاني. وكده كده الاهلي بيعمل اصل اللعيبه مش اخترعت التمديد ده بدماغها يعني، هو النادي الاهلي اللي عاملها التمديد، ان هو يمدد للواحد ويزود له فلوس عشان يقعد معاه فتره اطول. ده النادي الاهلي اللي عملها مش اللعيبه. ما تجيش تتقلب الايه علينا احنا يعني. ما تجيش تمسك دراعي وعايز تلويها. معلش يا امام، انت خلاص شوف اي عرض وهتمشي عادي يعني. ده لو في مسؤولين دكوره جوه النادي مش هنمسك. طب احنا دلوقتي فزنا من غيرك عادي يعني، انت وزيزو. ما هو انت هتيجي تبص للفرق بتاعت الدوري المصري كلها شبه بعضها اصلا، كله شبه بعضه. فمش هتفرق زيزو من تريزيجيه من بن شرقي، ما اللي عايز يمشي يمشي. الموسم اللي فات واخدينه بطاهر وبقفشه وبحسين الشحات، واخدين الدوري عادي يعني، وطالعين من قبل النهائي بافريقيا. اللي قبلها واخدين افريقيا بنفس اللعيبه، بطاهر وحسين الشحات يعني وقفشه. يعني كده كده النادي الاهلي ما بيقفش على حد، معروفه يعني.